السلام عليكم إخواني الوداديين الأعزاء في فيديو جديد ومفصل لنهار اليوم الأحد الموافق ل29 من يونيو لعام 2025. نلتقي مجددا لنغوص في أعماق أخبار نادي الوداد الرياضي الذي لا يزال يشغل بال جماهيره العريضة. قبل أن نبدأ رحلتنا التحليلية أرجو منكم دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس لتتلقوا كل جديد نقدم لكم. فلنبدأ على بركة الله. تداعيات المشاركة المخيبة في كأس العالم للأندية صدمة لم تهدأ بعد. لا تزال أصداء المشاركة المخيبة لنادي الوداد الرياضي في بطولة كأس العالم للأندية تتردد بقوة في الأوساط الرياضية وعلى ألسنة الجماهير الودادية. لقد انتهت هذه المشاركة بخروج مبكر ومؤلم جدا من دور المجموعات دون أن يتمكن الفريق من حصد أي نقطة تذكر، ورغم مرور فترة ليست بقصيرة جدا على انتهاء البطولة، إلا أن تداعيات هذه المشاركة الكارثية لا تزال هي المحور الرئيسي للأخبار المتعلقة بالفريق، وتثير الكثير من التساؤلات والتحليلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإخفاق الغير المسبوق. تحليل أداء الوداد في المونديال، خيبة أمل غير مسبوقة وتساؤلات محورية. يجمع المحللون الرياضيون والجماهير على حد سواء على أن الوداد قد قدم في هذه البطولة أسوأ أداء له على الإطلاق بين الفرق العربية والإفريقية التي شاركت في تاريخ كأس العالم للأندية. 3 هزائم متتالية وخروج مذل في وقت مبكر وضع النادي في موقف حرج للغاية وألقى بظلال الكتيفة على سمعته ومكانته. هذا الأداء الباهت أثار سلسلة من التساؤلات الملحة حول جاهزية الفريق الودادي واستعداداته للبطولات الكبرى التي تتطلب مستوى عاليا من الاحترافية والانسجام. هل كانت الاستعدادات كافية؟ هل تم تقييم المنافسين بشكل دقيق؟ وما هي الأخطاء التي أدت إلى هذا الانهيار المفاجئ؟ تساؤلات حارقة حول الإدارة والصفقات الجديدة. هل أهدرت الأموال؟ تتجه الأنظار حاليا وبشكل مكثف نحو رئيس النادي هشام أيتمنة والقرارات الإدارية الحاسمة التي اتخذت فيما يتعلق بالصفقات الجديدة التي أبرمت خلال فترة الانتقالات الأخيرة. يرى العديد من النقاد والمتابعين أن هذه الصفقات لم تقدم الإضافة المرجوة للفريق، بل على العكس تماما، فقد زادت من مشاكل الفنية وأثرت سلبا على الانسجام العام، وهو ما انعكس بشكل واضح ومباشر على أداء الفريق الكارثي في المونديال. تثار تساؤلات جدية ومقلقة حول جدوى بعض التعاقدات وقيمتها المالية الضخمة، وخصوصا بعد الأداء الباهت الذي ظهر به بعض اللاعبين الجدد، مما يثير الشكوك حول معايير اختيار اللاعبين ومدى توافقهم مع فلسفة النادي وأهدافه. ترقب لتقليص قائمة اللاعبين، خطوة حتمية لإعادة البناء. في خطوة متوقعة ومنطقية بعد الأداء الأخير غير المقنع الذي قدمه الفريق. ينتظر أن يقوم نادي الوداد الرياضي بتقليص قائمة اللاعبين. تشير التقارير الواردة من داخل النادي إلى أن المدرب محمد آمين بن هاشم سيقدم قائمة باللاعبين الذين لا يدخلون ضمن خططه المستقبلية، تمهيدا للاستغناء عنهم بشكل نهائي أو إعارتهم لأندية أخرى. تهدف هذه الخطوة الجريئة والحاسمة إلى إعادة بناء الفريق من جديد وتصحيح الأخطاء العديدة التي ظهرت في التشكيلة الحالية، مما يضمن وجود عناصر قادرة على تحقيق طموحات الجماهير وإعادة الوداد إلى سابق عهده. مستقبل المدرب محمد آمين بن هاشم، ثقة الإدارة رغم العثرة على الرغم من النتائج السلبية للغاية في كأس العالم للأندية. يبدو أن إدارة نادي الوداد الرياضي لا تزال تمنح الثقة الكاملة للمدرب محمد آمين بن هاشم. تشير المصادر المقربة من النادي أن الإدارة ترى فيه القدرة الحقيقية على إعادة بناء الفريق من الصفر وإعداده بشكل جيد ومحكم للموسم الكروي المقبل، مع التركيز بشكل خاص على البطولات المحلية والقارية التي تعتبر ذات أولوية قصوى. هذا الدعم الإداري يضع على عاتق بن هاشم مسؤولية كبيرة جدا وثقيلة لإثبات قدرته على قيادة الوداد إلى منصة التتويج وإعادة البسمة إلى وجوه الجماهير الوفية.
صفقة عمر السومة يعني مطالب ودادية بالكشف عن التفاصيل وشفافية أكبر تتداول جماهير الوداد ووسائل الإعلام الرياضية أرقاما كبيرة جدا حول القيمة المالية لصفقة انتقال اللاعب عمر السومة إلى فريق نادي الوداد الرياضي، وتطالب الجماهير الودادية بشدة بالكشف عن التفاصيل الدقيقة لهذه الصفقة، وذلك من باب الشفافية والمحاسبة، خصوصا في ظل الأداء العام المتذبذب للفريق والخيبة الكبيرة التي تسببت بها المشاركة الأخيرة في المونديال. يجب على الإدارة أن توضح للجماهير كيفية إدارة الأموال ومدى فعالية الاستثمارات في صفقات اللاعبين. تجديد الثقة في بن هاشم رغم الخيبة قرار إداري حاسم. لقد قررت إدارة النادي الوداد الرياضي الإبقاء عن المدرب محمد آمين بن هاشم على رأس الجهاز الفني، وذلك على الرغم من الخروج المخيب للأمل من كأس العالم للأندية ب3 هزائم متتالية ودون حصد أي نقطة. وكان الوداد قد أنهى مشاركته في كأس العالم للأندية بالخسارة أمام العين الإماراتي بهدفين للتذكير فقط، لهدف بعد أن تعرض لخسارتين قاسيتين أمام كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس خلال أولى جولتين من البطولة. وتولى بن هاشم قيادة نادي الوداد قبل أسابيع قليلة فقط من انطلاق مونديال الأندية، حيث تم تعيينه في البداية كمدرب مؤقت عقب إقالة المدرب السابق رولاني مكوينة، قبل أن يتم تنصيبه بشكل دائم إثر تحسن النتائج الملحوظة تحت قيادته في الفترة التي سبقت المونديال. الوداد يحسب موقفه من إقالة محمد آمين بن هاشم استمرارية ودعم كامل وفقا لمصادر مقربة جدا من النادي، فإن رئيس الفريق هشام أيتمنى قد رفض بشكل قاطع فكرة الإقالة، مفضلا مواصلة العمل مع بن هاشم الذي يحظى بدعمه الكامل والثقة المطلقة، وذلك على الرغم من الانتقادات الشديدة التي رافقت مشاركة الوداد في البطولة العالمية. هذا القرار يؤكد على رؤية الإدارة الطويلة الأمد ورغبتها في الاستقرار الفني. ولن يشمل هذا القرار المدرب فقط، إذ سيستمر الطاقم الفني المساعد المكون من إبراهيم النقاش وعبد الصمد وراد في مناصبهم، وسط إشادة الإدارة بعلاقتهم المتينة مع اللاعبين وأثرهم الإيجابي الكبير داخل غرفة الملابس، مما يعزز من الانسجام والروح المعنوية للفريق. تركز إدارة النادي في المرحلة المقبلة على التحضير الجاد والمكثف للموسم الجديد، حيث تضع نصب أعينها العودة إلى قمة الدوري المغربي للمحترفين، إلى جانب تقديم أداء مشرف يليق بسمعة النادي في كأس العرش وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وهما بطولتان تكتسبان أهمية قصوى في خطط النادي المستقبلية. أرقام محمد آمين بن هاشم مع الوداد حصيلة متباينة. لقد تولى محمد آمين بن هاشم قيادة الوداد في 6 مباريات رسمية حتى الآن، حقق الفوز في 3 منها في الدوري المغربي للمحترفين، وهو ما يعكس قدرته على تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد المحلي، خسر المباريات ال3 الأخرى بكأس العالم للأندية، مما يبرز التحديات التي يواجهها الفريق في البطولات الكبرى والمنافسة الشرسة على المستوى العالمي. الوداد يشخص مشاركته في كأس العالم للأندية تقرير شامل وتحديد نقاط الضعف. أكد مصدر مطلع لموقع راديو مارس أن اللجنة التقنية لفريق النادي الوداد الرياضي ستقوم بإعداد تقرير شامل ودقيق حول مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية. الهدف من هذا التقرير هو الخروج بخلاصات مهمة تتعلق بالفريق الأول وتحديد الأسباب الجذرية وراء الأداء المتذبذب. وأوضح المصدر ذاته أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة للغاية بالنسبة إلى الفريق الأحمر، استعدادا للاستحقاقات القادمة على جميع المستويات، حيث يتطلب الأمر عملا دؤوبا وتخطيطا استراتيجيا.